اسمع يا بطل، من أول جملة قلبك هيخبط. فيه اسم اتكتب بالنار قبل النور: معتز الشرقاوي، ابن بورسعيد اللي اتولد في أغسطس 1947 وقرر من بدري يمشي على خطى أبوه ضابط المدفعية لحد ما دخل الكلية الحربية وقال: أنا هنا عشان أبقى راجل من رجال مصر. في سنة التخرج الدفعة كلها رايحة تاخد فرقة الصاعقة، ضابط يبص له بسخرية: أنت يا معتز؟ ده أنت 55 كيلو. بس يدخل نقيب محمد حسين طنطاوي ويقول قدام الكل: أراهن إن الرفيع ده هيطلع الأول. اللحظة دي كانت الشرارة. وبعد شهور النتيجة: الأول على الدفعة معتز الشرقاوي. الضحكة اتحولت لتصفيق واتولدت الحكاية. 26 من مايو 1967 معتز يتعين في الكتيبة 43 صاعقة في الشيخ زويد. 10 أيام اتصالات مقطوعة وسط النكسة، وبعدين انسحاب من غير خسائر، لكن جواهم نار رافضة للهزيمة. هناك اتولدت معركة رأس العش وبداية حرب الاستنزاف. يوم 10 من يوليو عام 1969 عملية لسان بور توفيق، تدريب بالذخيرة الحية 50 بروفة، وخطة تمويه بقصف مدفعي يومي. ساعة التنفيذ 14 قارب ب 140 مقاتل بيعبروا القناة في دقيقتين، يفتحوا تنتها 10 ثغرة في السلك، حقل الألغام يطلع فاضي. أول دبابة تقابلهم على 30 متر، معتز يخطف الار بي جي يضربها وتتحول كتلة نار. باقي الدبابات يتكشفوا والحصون تتهد بالعبوات. دبابة 5 تظهر فجأة، دانة تنغرس في الساتر، التراب الملتهب يغطي الرجالة، لكن محدش اهتز. ضرب مركز خلى طاقم الدبابة يهرب ومعتز بنفسه يمسك أسير. إشارة الانسحاب تيجي، كلمة السر: ستك بتخاف من الجوافي. يرجعوا 141 140 مقاتل ومعاهم أسير. استشهد 4 أبطال، لكن فضلوا يقاتلوا لآخر نفس. واحد منهم عبد الحليم نزف لحد ما بشرته بقت بيضة، لكن رجع مع أصحابه قبل ما يغمى عليه. العملية نجحت والإعلام الإسرائيلي اتخذت غنيمة، واسم معتز بقى أسطورة جوه الصاعقة. الحكاية مش مجرد رصاص وخطط، الحكاية بلد قررت تقوم، وشاب رفيع اتقاله مش هتقدر فبقى رمز للقتال. من ضحكة استهزاء في مدرج لقارب بيعوم عكس التيار لار بي جي بيولع دبابة، وبينهم أب يقول له: شرفك في مكانك، وشعب يرد: تحيا مصر. دي سيرة معتز الشرقاوي، بطل علمنا إن القوة مش بالوزن، وإن الهزيمة لحظة، لكن الكرامة قرار.